صباح الخير، يا صباح الامل، يا صباح التفاؤل. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. يلا نفطر مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بكل اخواتي اللي موجودين على القناة. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. اهلا وسهلا بكل اللي انضموا للقناة جديد. نورتوني وشرفتوني ووجودكم تاج على راسي. ربنا يخليكم ليا وما تحرمش منكم اخواتي واصحابي واسرتي التانية على اليوتيوب. النهارده بقى محتاره اعمل غدا ايه. استقريت والحمد لله ان انا اعمل مسقعه. يلا بينا نخش نعمل مسقعه مع بعض. لو اول مره تشوفوني ما تبخلوش عليا باللايك والسبسكرايب وكومنت جميل يديني دافع ان اكمل وان يشجعني. عمر بيقول لكم باي باي، قول لهم ازيكم مش باي باي. انا هنا عشان ما اطولش الفيديو عليكم، انا قطعت البتنجان وقشرته ورشيت عليه شويه ملح كده علشان خاطر ايه، عشان خاطر ينزل ميته اللي انتوا شايفينها ديت. الميه دي احنا هنرميها في الحوض علشان خاطر ايه، ما يشربش زيت كتير. الزيت بقى غالي جدا 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 بطريقه بشعه. فلو هتعملي مسقعه طبعا دون للبنات اللي لسه مبتدئين، لكن كل الناس عارفه الموضوع دون. يعني انا مش بعدل عليكم ولا حاجه، دي معلومه بسيطه. بنرش شويه ملح كده هون ونسيبه ينزل ميته زي ما وريتكم، وبنفضل بقى نقليه. وهنا بما اننا ما بنحبش الفلفل الحراق هضيف عليه فلفل رومي. هنا هحطه يتقلي في الزيت كده. البتنجان قلبته على الناحيه التانية. ازيكم عاملين ايه؟ قول لهم ازيكم. وحشتوني وحشتوني. ازيكم؟ انا ايه؟ الحمد لله الحمد لله. من ايه؟ ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله الحمد لله. اديهم بوسه. الله، وانا عايزه ابوس انا كمان وحضن. الله على الحضن الجميل ده، ربنا يخليك ليا. بقى طلعتي اول طاسه وبقى لي طاسه تانية، ولما اخلص بقيه الكميه هرجع لكم تاني. هنا معايا الطماطم هضربها عشان نعمل الصلصه بتاعت المسقعه. وهنا معايا البصل بتاع التسبيكه بتاعت الصلصه بتاعت المسقعه. البصله بتاعتي كده بالنسبه لي بقى لونها جميل ومناسب، بقى لونها ذهبي اهو. مش يعني بلاش نغمقها اكتر من كده، ده بالنسبه للبنات المبتدئين. انا حابه اضيف عليها فلفل رومي كده متقطع واديله تقريبا مع البصل. هضيف خلاص الطماطم. الصلصه اتسبكت هضيف عليها ملح وفلفل اسود فقط لا غير، مش اكتر من كده. وهنا بحمر بطاطس اللي بيحبوها ببطاطس. طبعا هنا الصلصه بقى خلاص اتسبكت هوطي عليها خالص. وهنا طبعا انا غيرت الزيت وضفت بطاطسيتين كده طبعا للي بيحب البطاطس جوه المسقعه. وهنا البتنجان طبعا البتنجان اتقلى خلاص. طبعا البتنجان طبعا المسقعه يا سلام بالفلفل الحراق بتبقى طعمها حكايه. اما بقى عشان جوزي ما بيحبهاش حراقه فضفت لها ايه، ضفت لها فلفل رومي. طبق المسقعه كده جاهز معايا للغدا، مع عيش بقى محمص، مع عيش طري، مع اي حاجه انتي بتحبيها، سواء عيش طري او عيش محمص. وبألف مليون هنا وشفا لكل البنات اللي لسه هتجرب الطريقه. وده كان غدانا النهارده، طبق المسقعه الجميل دون. بألف هنا وشفا لكل اللي هياكل، بألف هنا وشفا لكل اللي هيجرب الطريقه. طبعا بعد الغدا بقى هقدم لهم كده زي ما انتوا شايفين جاتو وحاجه ساقعه. وده كان الفيديو بتاعنا. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب وكومنت جميل زيكم يديني دافع ان اكمل. واسيبكم بقى ونروح نفترس طبق المسقعه الجامد دون ونحلي بالجاتوه والحاجه الساقعه.